ازيك حبايب قلبي. لو عندك مناسبة أو رايحة ضيفة عند حد، بتكلفي نفسك وعايزة تشتري حاجة تكون قيمتك وتكون شكلها حلو، هتلاقيها كلفتك من 350 ل 450 جنيه. طب انت اعملي الحاجة دي في البيت ومش هتكلفك كتير قوي. يلا صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتنسونيش تعملوا لايك وكومنت كده حلو زيكم. أول حاجة كده أنا بجيب 4 أكياس من أي بسكوت شاي سادة، وكمان بجيب عليهم كيسين من الأوريو أو البوريو، طبعا الأوريو مقاطعة، وبحط عليهم معلقتين من الكاكاو. هبتدي اطحنهم وبعدين انزل عليهم بمعلقتين من السمنه، ولازم نخلي بالنا ان نوع البسكوت هو اللي بيتحكم فينا في موضوع السمنه ده. يعني البسكوت لو بالزبده هيبقى هتقللي معاكي السمنه، ولازم يكون نوع بسكوت حلو عشان يديكي طعم حلو كده. بجيب صينيه مقاس 24 او 28 وبغلفها كده بورق اسمه فاكيوم. ودي ممكن تعملوها بصينية عادية، دي الصينية اللي بتتفتح من على الجنب. ابتديت حطيت البسكوت وفردته عليها وسويت الوش بتاعه ودخلته التلاجة. هنا بجيب 3 معالق كبار من الجيلاتين واحط عليهم ربع كوباية من المية واركنه على جنب. نبتدي نعمل بقى خلطة التشيز بتاعتنا. كوباية كده من الكريم شانتيه خالي من السكر، وكمان هحط 4 معالق من اللبن البودرة، ده بيطعم لي التشيز بتاعنا. ودي علبة قشطة، دي علبتين قشطة من عند اللبان، بتتباع حوالي ب12 جنيه أو 10 جنيه، فالاتنين مش هيكلفوك كتير، يعني 25 جنيه. أنا حطيت علبتين ده عشان أنا ما اجيبش جبنة الجبنة الكريمي اللي هي بتبقى غالية جدا وهي في مقاطعة. فابتديت جبت علبتين من القشطة وحطيتهم معاها. يبقى احنا حطينا كوباية من الكريم شانتيه عليهم 4 معالق من اللبن البودرة، وعلبتين من القشطة دي المبسترة. هكون مجهزة معانا كوباية ونص من اللبن المثلج، أو هبتدي بالكوباية الأولانية وبعد كده هبقى أحط النص التاني. هبتدي بقى ان انا اشغل المضرب بتاعي. احنا مش محتاجين ان هو يعمل لي قوام، انا عايزه ان انا ادوب كل الخليط بتاعي دوت مع بعضه كده. هفضل ان انا اضربه، وبعد كده هوت هكون بزود بقى معايا الشوكولاتة القابلة للدهن، أو لو عندك أي نوع بتحبيه. دي سما حلوة جدا، حطيت منها 3 معالق، دي بتعزز الطعم وبتخلي طعم التشيز حلو قوي. وكمان هعزز اللون بتاعها ان انا هحط معلقتين من كاكاو. ما عندكيش حطي كاكاو، بس الشوكولاتة للأمانة بتدي طعم حلو قوي. هنا هعزز اللون وكمان الطعم، حطيت معلقتين من الكاكاو الأسباني. وهبتدي، طبعا كنت زودت نص كوبايه كمان من اللبن المثلج. وهنا هوت الجيلاتين ابتديت ان انا حطيته على حمام مائي، ولو عندك ميكرويف حطيه فيه يا دوبك ان هو يسيح معانا كده، وابتدي ايه صبيه. مش لازم يكون سخن جدا. ابتدي بقى حطي الجيلاتين واضربيه ضربه كده بحيث ان هو يختفي مع المكونات بتاعتنا دي. وكده يبقى عندنا الحشوه بتاعتنا بقت جاهزه، بس فاضل اضافه صغيره هحطها. جبت هنا كيسين من البوريو دوت، ده الكيس ب5 جنيه. أي نوع بسكوت عندك بالشوكولاتة ممكن تحطيه، مش هتفرق خالص سواء في الحشو أو في الطبقة اللي هي من تحت دي. حطيته كده فتفته، مش طحنته، عشان وانتي بتاكلي كده يديكي قطع بسكوت وانتي بتاكليها تطلع معاكي. هبتدي احط بقى الخليط بتاعنا دوت كده في الصينية، واساوي الصينية الوش بتاعها، عشان لما تسقع معانا هنحط طبقة فوق الوش. هبتدي ان انا اخبطها كده خبطتين على الرخامة عشان تساوي الوش بتاعها كده وميبقاش فيه اي حاجة، وحطها في التلاجة اقل حاجة من 3 ل 4 ساعات. ولو عملتيها من بالليل للصبح هتبقى حلوة جدا. أهم شيء الوش بتاعها كده مسك نفسه. وهجيب شوكولاتة قابلة للدهن كده 4 معالق، وهحط عليهم معلقتين زيت يكون نضيف جدا، ما يكونش زيت تومين، يكون زيت نضيف اللي هو عباد. وابتدي اقلبها على البارد خالص، هتلاقيها دابت معانا كده اهوت وبقت خفيفة، يعني طبقة مش خفيفة قوي، بس انها ايه، هفردها على الوش ما تبوظليش وش التشيز بتاعتنا. قلبتها كده واقدر اتحكم في القوام، ان كان تقيل ازوده تاني زيت. انا حسيت ان هو تقيل، زودت كمان يعتبر معلقه من الزيت. يعني انا حطيت آه
4 معالق من الشوكولاتة قابلة للدهن، عليها 3 معالق من الزيت زي ما أنتم شايفين كده، وهابتدي أحطها فوق الوش كده، وبضهر المعلقة أنزّل كل كمية الشوكولاتة، وبضهر المعلقة كده بالراحة جدًا، واخلّي إيدي خفيفة. طبعًا هي الطبقة اللي تحت ديّة هي ماسكة نفسها، يعني مش هتتبهدل معانا ولا أي حاجة، بس أنا عايزة أفرد طبقة الشوكولاتة كده بشكل حلو، وتبقى ما فيهاش أي خدش من الcheese، أو إن أنا أخدش الطبقة اللي من تحت. زي ما أنتم شايفين كده خلاص سويتها، وابتديت إن أنا فردتها كلها زي ما أنتم شايفين، ممكن برضك إن أنا أخبطها خبطتين كده في الرخامة عشان تساوي الوش بتاعها. هنا أهو هاطلعها من الإطار بتاعها، وكمان ورق الفاكيوم دوّة بيساعدني إن هو لمّا آجي لو أنتِ عملتيها من غيره، لمّا بتيجي تطلعيها من الصينية بتلاقي إن الصينية خدت منها إيه، جزء كده واتلحوست وبقت مش حلوة. إحنا عايزين نطلعها كده حاجة مشرفة كده، لو أنا رايحة بيها آآ ضيفة عند حد، تبقى كإني اشتريتها من برّه. باكون جبت كده باكوين من البوريو دوّة، طحنته، أو بسكوت الشوكولاتة طحنته كده طحنة ناعمة، وابتدي إن أنا أعمل يعني إيه، شكل كده، الشكل اللي أنتم تحبوه. حبيت إن أنا أعمل إطار كده بالبسكوت المطحون ده، وهابتدي إن هنا أسويها بقى يعني أجيب السكينة وأحاول إن أنا أشوف هاقطّعها على مثلًا 8، هاقطّعها على 10، هاقطّعها على 12، دي حاجة ترجع ليكم أنتم. أنا حاولت كده إن أنا أجيبها، فلقيتها إن يعني هي كنت أنا عايزة أعملها على 12، قُلت لأ خلّيها تبقى على مثلًا 10 أو 8، هتبقى حلوة أوي. لو حسيتِ إن القطعة كبيرة ابقي قطّعي منها. ابتديت بالسكينة كده، ولازم أمسح السكينة كل مرّة باعمل بيها عشان خاطر ما تبوظليش الشكل، وأمشي على الحَزْو. يعني أنا الحَزْو ده عملته يعني شكل كروكي كده من فوق، وابتدي إن أنا أمشّي عليه لحد تحت عشان أقطع البسكوتة. طبعًا كمية السمنة اللي أنتِ بتحطيها في البسكوت هي اللي بتخلّيكِ لمّا تيجي تقطعي، طبعًا الجو ساقع وأنتِ حاطاها في التلاجة هتعصّب معاكِ شوية. جِبت هنا قطع البسكوت اللي بالشوكولاتة دي، قسمتها 2، وابتديت إن أنا أزيّن فوق الcheese بنُص كده بسكوتة، بتدّي منظر حلو أوي وشكل جميل جدًا، وكإنِّك اشتريتيها من برّه بالضبط. لو أنتِ وصلتِ لحد هنا وبتتفرّجي على الفيديو، أتمنى منِّك إن أنتِ تتابعيني، تعملي متابعة على صفحتي مطبخ مَلَك على الفيس، وكمان تشتركي في قناتي مطبخ مَلَك على اليوتيوب. هنا قطّعتها زي ما أنتم شايفين، الحجم بتاعها حلو جدًا، القطعة كبيرة جدًا، مش قادرة أقول لكم على طعمها. كل اللي داقها عندي افتكرني إن أنا مشترياها من برّه. حاجة كده جميلة وعملتيها في البيت. هي طبعًا معروف إن الcheese cake بتبقى مكلفة، بس مش هتبقى بتكلفة اللي أنتِ هتشتريها من برّه. يالّا قولي لي بتتابعيني من أنهي بلد، واعملي لي متابعة على صفحتي، وكمان اشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات.